اليوم معانا ريزوتو بالزعفران مع سمك السي باس. اولا ننظف السمكه، نبعد الزعانف والشوك ونخليه فيليه. ليش ننظف السمكه ونقطعها بهذه الطريقه؟ عشان لما تدخل مطعم راقي وتطلب ما تاكل بيدك، تستخدم الشوك والسكين وبتاكل وانت مطمن، يعني بلا شوك. الان نقطع من عند الراس لما نوصل للعظام، وبعدها نقلب السكين ونمررها فوق العظام لجهه الذيل. في المطاعم الراقيه الزواد اللي في بطن السمكه تنشال، والان نقطعها حسب التقديم. انا لاني بحطه فوق الريزوتو قررت اعمل 3 اوصال. لوح التقطيع في سويسرا يختلف من مطعم الى مطعم. اهم شيء لو استخدمت الازرق للسمكه تبقى على الازرق. التتبيله حسب الرغبه، انا تبلت بملح وفلفل واستخدمت النشا اولا عشان ما يلتصق بالطاوه، ثانيا يعطي قرمشه. اذا بنقدم صحن فيه ريزوتو كثير لا يقدم مع صوص. بس انا حمصت هنا شويه لوز وسيحت شويه زبده عشان اعزز النكهه. في واحد بيسال بيقول ايش بقيت بالسمكه؟ شوف يا هبوشي، اذا انت شويت السمكه كامله هل بتاكل مع العظام والراس والديل والزعانف؟ الجواب لا. طيب نحن نختصر لك الموضوع، لو تشي تزين الصحن او تحط وصله لحم وسمك، خلي الاعداد فرديه، المنظر بيكون احلى. طريقه تحضير الريزوتو بنزله في فيديو ثاني، اما الزيت الاخضر موجود في القناه. على فكره هذا اسمه ريزوتو مش رازيتو.